بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الكسكسي الفلاحي من الالف للياء، وهقولك ازاي يطلع معاكي اصفر ومفلفل ومستوي كده حلو وطري كمان معاكي. وكمان لو ما عندكيش كبة ولا عندك منخل اللي هو السلك او الغربال تعملي ايه. وكمان لو ما عندكيش حلة كسكسي برضو تقدري تسويه ازاي التسوية مظبوطة. الكسكسي من الأكلة المصرية الجميلة جدا جدا. خفيفة على المعدة وكمان خفيفة على الجيب. ما بتكلفناش أكتر من الدقيق بس. كل الكمية اللي انتوا شايفينها دي ب2 كيلو ونص من الدقيق بس، مفيش أكتر من كده. جميل جدا. هقولك ازاي تطلعيه ناعم كده، وازاي تخليه لونه أصفر زي اللي بتجيبيه كده، وكمان طعمه يبقى تحفة وريحته جايبة لحد آخر الدنيا. زي ما انتوا شايفين مفلفل وجميل جدا ومستوي سوا مظبوط، وعامل بالظبط اهو زي حبيبات الرمل او زي الرز. الطريقه سهله جدا ومش مكلفه خالص. اكله جميله جدا، وان شاء الله باذن الله الطريقه النهارده تعجبكم. ويلا بينا كده نشوف احنا عملناه ازاي مع بعض. معايا هنا الدقيق بتاعي انا نخلته كويس. اي نوع دقيق عندك متوفر عندك استخدميه، دقيق سايب دقيق اكياس، اي نوع دقيق هينفع ان شاء الله. معايا بقى هنا الميه من الحنفيه عادي خالص، لا ميه دافيه ولا فتره ولا اي حاجه، ميه من الحنفيه. ببتدي ارشرش كده زي ما انتوا شايفين، ما بدلقش لاني انا مش هعجن. برش كده بايدي، بحط في ايدي وبرشرش كده بايدي، وبفرك زي ما انتوا شايفين كده الدقيق معايا. هفضل اعمل كده. انا الكوبايه اللي معايا دي حاطه فيها يعني 5 مجات من المجات بتاعت الشاي بتاعتنا العاديه خالص. هفضل كده احط لحد ما احس ان خلاص الدقيق اختفى معايا. بصوا الدقيق عامل معايا بقى عامل زي حبيبات الرمل كده، وايدي نظيفه مش طالع فيها دقيق. يعني لما بمسك كده اهو الحاجه بايدي، بوريكم بس كميه الميه اللي فاضت. هو خدت معايا تقريبا حوالي 3 كوبايات او 3 مجات من الميه دول، كده 2 كيلو ونص من الدقيق. تمام كده. اول ما الاقي خلاص ايدي خلاص، يعني لما بتطلع كده ما فيهاش دقيق معلم فيها، يبقى انا كده خلاص مش محتاجه ان انا احط ميه تاني، وكده خلاص تمام معايا. هبتدي بقى دلوقتي افضل ابس فيه زي ما شفتوا كده معايا. ودي خطوه مهمه جدا جدا لازم نعملها لحد ما احس خلاص ان الدقيق معايا او الكسكسي معايا بقى لونه كده زي البيج الغامق زي ما انتوا شايفينه كده. طيب انا دلوقتي ولا عندي كبه ولا عندي منخل سلك، هعمل ايه؟ المصفى دي موجوده في كل بيت مصري، كلنا عندنا المصفى دي، سواء كانت ألمونيا او ستانلس لازم تكون عندنا المصفى دي اهي. هحط فيها الكسكسي زي ما انتم شايفين كده، وهبتدي اهزه. شايفين نازل ناعم قد ايه؟ والله جميل جدا، احلى من الكبه كمان. طبعا انا عشان عامله كميه، لو انت اول مره هتجربي او هتعملي على قدك مثلا كيلو، مش هياخد معاكي اي وقت خالص في المصفى، وان شاء الله يتعمل على طول. طبعا انا عشان عامله كميه وعلشان الوقت انا هاخدهم كده على طول في الكبه هعملهم. لكن زي ما قلت لك لو انت ما عندكيش كبه، المصفى اهي بتوفي بالغرض، ولا حتى لو عندك منخل او مش عارفه حتى تجيبيه منين. خلاص كده انا خدتهم لفتين كده على طول في الكبه علشان بس الوقت. وبقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، والله المصفى كانت مطلعاه ناعم عن كده كمان. خلاص كده انا خلصت الكميه كلها. ما عنديش بقى حله كسكسي بنفس المصفى اللي احنا كنا شغالين بيها، طبعا تكون ألمونيوم او ستانلس. وهجيب حله تكون على قدها كده بالظبط، احط نصها ميه واحط عليها المصفى. وهبتدي اعمل عجينه تكون يعني طريه شويه، مش لينه جامد قوي ما تشرش يعني. وابتدي اعمل العجينه ديت داير ما يدور ما بين المصفى والحله، بحيث ان انا اقفل ما يبقاش فيه بخار هيطلع من الجناب خالص. تمام كده. العجينه مع السخونيه هتنشف على طول، وهتسد البخار حوالين الحله والمصفى. طيب انا هنا بقى عندي المصفى بتاعت حله الكسكسي عندي، حطيت فيها كده نص الكميه. وبعد ما حطيت نص كميه الكسكسي لقيت ان المصفى يعني ممكن تاخد معايا اكتر من كده، حطيت بقيه الكميه كلها. وطبعا انا كنت حاطه الحله بتاعتها على النار لحد ما الميه غليت. خلاص كده حطيت الكميه بتاعتي كلها. هبتدي بقى كده طبعا شاشه نظيفه واغطي كده كويس جدا، واحطها على طول على البوتاجاز على الحله بتاعتها. طبعا هي علشان حله كسكسي اصلا مخصصه لكده، فمش محتاجه اني انا اعمل لها عجينه ولا اي حاجه. طبعا هغطيها كويس على نار عاليه. قعدت معايا بالظبط حوالي نص ساعه على البوتاجاز. طيب اعرف ازاي ان الكسكسي معايا استوى؟ بشيل الشاشه كده من فوق وهو على النار، وابتدي اخبط كده عليها اكني بخبط على طبله. حسيت ان الصوت مهوي كده مش مكتوم، كده استوى معايا.
او بدوق، وفي ناس بتدوقه كده بتشوفه استوى ولا لسه يعني ما استواش. يعني انا بالنسبه لي او احنا بالنسبه لنا بنعرفه بالطريقه ديت. عامه هو خد حوالي نص ساعه على البوتاجاز، وطفيت عليه وهو سخن كده على طول بمعلقه او بكبشه او مقصوصه، لانه بيبقى سخن جدا، خلي بالك من ايدك. ببتدي افركه كده بيها لحد ما يتفرك معايا كله ويرجع ناعم معايا كده زي ما انتم شايفين، لحد ايدي ما تستحمل كده الكسكسي معايا. وبعد كده ابتدي بايدي كده وافرك زي ما انتم شايفينه كده لحد ما يرجع ينعم معايا تاني. طبعا انا بسويه مرتين، في ناس بتستكفى بمره كده وخلاص. انا بسويه مرتين بيبقى حلو قوي، وكمان بيديني لون اصفر كده حلو للكسكسي. خلاص هو كده برد معايا، وانا خلاص شلت كل التكتلات اللي كانت فيه، وخلاص تمام بقى بارد معايا. برضو ميه من الحنفيه معايا كده حوالي كوبايتين ونص من الميه او مجين ونص من الميه، وهبتدي برضو ارشرش كده وافرك برضو كده بايدي، اوزع الميه على الكسكسي كله. طيب ليه الميه ديت احنا بنحطها ما بين التسويه الاولى والتسويه الثانيه؟ علشان الكسكسي يبقى خفيف معانا واحنا بناكله، ما يزورش، يعني ما يبقاش يعني يتبلع بسهوله، ما يقفش كده في الزور ويخليكي تحسي ان انت زورتي منه. لا، الميه ديت اللي في نص التسويتين بتخلي الكسكسي كده يعني بيتبلع كده بسهوله وبيبقى خفيف واحنا بناكله. تمام كده، هديله كده حوالي كوبايتين او كوبايتين ونص كده من الميه زي ما انتم شايفين، برضو برش كده بايدي وببتدي افرك كده لحد ما اوزع الميه في الكسكسي كله، وبحس ان هو خلاص بقى طري كده شويه في ايدي. طبعا ما تزوديش قوي، والميه ما تكونش سخنه ولا حتى دافيه علشان ما يعجنش معاكي. خلاص كده اديته الميه الكافيه. بعد كده خدته برضو فرمه كده في الكبه لحد ما نعم معايا تاني زي ما انتم شايفينه كده. وبعد كده حطيته في المصفى تاني، وهحطه على البوتاجاز كمان نص ساعه، وكده بيبقى معايا زي الفل. خلاص الكسكسي بقى جاهز معايا. كده خلاص انا نزلته من على البوتاجاز. برضو بفركه بقى كده تاني بالكبشه او بالمعلقه، لانه طبعا بيبقى سخن جدا، لحد ما بيرجع ينعم معايا تاني. وكده خلاص بيبقى تمام قوي معايا. عايزه بقى انت لو عامله كميه زي اللي انا عملتها كده، وطبعا الكميه دي كلها مش هتتاكل مره واحده، وعايزه تحتفظي بيه في التلاجة او في الفريزر مده طويله ويفضل يعني كويس معاكي ما يجرالوش اي حاجه، مش هنحط عليه اي سمنه خالص. بعد ما بنخلصه كده زي ما انتم شايفينه اهو، هو كده خلاص جاهز معايا وتمام وزي الفل، مفلفل وجميل جدا، والسوا بتاعه مظبوط وزي العسل. ما بحطش عليه اي سمنه. بعد ما بيبرد خالص بحطه في حله او بحطه في اكياس لو انا هحطه في الفريزر، وبربطه كويس وبشيله في التلاجة او في الفريزر، بيعيش معايا فتره طويله جدا. وباخد منه عند الطلب، بحط عليه السمنه واسخنه على البوتاجاز كده على نار هاديه خالص. بيبقى معايا اكنه لسه معمول بالظبط. وطبعا بنحط عليه السكر البودره زي ما احنا متعودين، وبيبقى طعمه في منتهى الجمال. طب لو انا عايزه لونه يبقى اصفر عن كده كمان، السمنه اللي هتحطيها اولا تكون طعمها حلو علشان تخليه طعمه حلو، والسمنه تكون لونها اصفر هتخليهولك اصفر كهرمان زي اللي بتشتريه من بره. حاجه سهله جدا وبسيطه. واتمنى الفيديو النهارده يكون عجبكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.